هنتكلم النهارده عن دنيا سمير، وهنعرف ليه مفيش ممثلة قدرت تجمع بين التمثيل والغنى زي دنيا سمير. تبدأ القصة بدنيا سمير يوسف، مواليد 1905. أول حاجة تثبت لك موهبتها إنها بنت الأسطورة سمير غانم والنجم دلال عبد العزيز. شاركت في أول عمل ليها سنة 1995 في امرأة وامرأة مع النجمة دلال عبد العزيز. في 1996 بتشارك في حوار تفاح. في 1998 بتشارك في السيرة الهلالية الجزء التاني بيدور عليها. في 2001 بتشارك في العدالة والمشاهد. في 2002 بتشارك في زمن عماد الدين. في 2004 بتشارك في عباس الأبيض في الإنجليزي. في 2004 برضه بتشارك في الإمام النسائي. في نفس السنة بتشارك في أحلام بنات، بس بعد ده كله كانت لسه متعرفتش لحد ما بتعمل مع محمد هنيدي أنا يا خالتي. ودي خطوة حلوة لأن هنيدي ساعتها كان مكسر الدنيا بالصعيدي في الجامعة الأمريكية وإسماعيلية رايح جاي خفت شوية، وبعدها عملت عبد الحميد أكاديمي. في نفس السنة شاركت في الرقص وعنزو. في 2006 بتشارك في أحزان ماري. في 2007 بتشارك في مين أطلق الرصاص على هند عناه. في 2008 تشينو كافيه. وبرضه في نفس السنة شاركت في فيلم شارع 18. وبعدها كباري، وبعد الفيلم ده دنيا اتعرفت جدا. وفي 2009 بتشارك في عزبة آدم، بعدها بتشارك في تيريت مع الفنان أحمد مكي، وحرفيا الفيلم ده كان حلو جدا. شاركت في الفرح، وكل ده كان في نفس السنة. وترجع تشارك مع أحمد مكي في لا تراجع ولا استسلام، حرفيا الفيلم ده طفرة في الكوميديا. واصلا في ناس كتير عرفت احمد مكي من الفيلم ده. في 2010 بتشارك في الكبير قوي. في 2011 بتشارك في الكبير قوي. يعني بص، من اول 2010 لحد 2014 دنيا كانت بتشارك في الكبير هديه، لكنها بعد كده بتعتذر وما بتشاركش في قصه تانيه. ده لانها قالت ما حبتش تقارن نفسها. في 2010 شاركت في واحد من اهم افلام احمد حلمي. شاركت في فيلم 365 يوم سعاده. في 2015 شاركت في شد اجزاء مع محمد رمضان. في 2015 بتعمل أول بطولة مطلقة ليها لهفة من بطولتها، وكان معاها الفنان سامر غانم. بعد المسلسل ده دنيا بقت نجمة صف أو بتمسك بطولات، ده لأنها في 2016 بتعمل مسلسل ليلي وشريهان مع أختها إيمي. وحرفيا المسلسل فيه كمية ضحك رهيبة، وبتشارك في لف ودورهم مع الفنان أحمد حلمي. في 2017 بتعمل أفضل مسلسل كوميدي، أيوه مسلسل في الإعلان. في 2019 شاركت في بدل الحدودة تلاتة، اللي كان حلو الصراحة، وتقريبا أول حدوتة والتالتة كانوا حلوين، لكن التانية ما حسيتهاش الصراحة. في 2022 بتعمل تسليم أهالي مع هشام ماجد. في 2023 بتعمل مسلسل كانت سليم. وملحوظة أنا ما قلتش إن حرفيا تقريبا في معظم مسلسلات دنيا سمير غانم أو في أفلامها هي كانت بتغني التتر، يا إما بداية الفيلم أو المسلسل، أو بتغني في نص الفيلم حتى لو في غنى في الفيلم عموما. في رمضان 2025 بتعمل مسلسل عايشة الدور، وكانت عاملة فيه برضه أغنية اسمها هي فرحة هي، وطلعت ترند على فكرة. واخر عمل ليها روكي الغلابه مع الفنان محمد ممدوح والفنان محمد ثروت. ونيجي لسؤال حلقتنا دي، ما فيش ممثله قدرت تجمع بين التمثيل والغنى زي دنيا سمير. اول حاجه لان لو بصيت على الممثلات اللي بتغني هتلاقي مين عملت 16 فيلم وتسع مسلسلات. شيرين عملت مسلسل طريقي بكلمتها وفيلم مشاكل حلم. وانا مش بقول انهم مش ناجحين، ناجحين جدا بس في الغنى، لكن في التمثيل ما تبقاش في حاجات. لكن لو جيت للدنيا هتلاقيها عملت 13 فيلم، ده غير روكي الغلابه و20 مسلسل. وده غير ان في روكي الغلابه عملت اغنيه اسمها النور. ده يثبت لك قد ايه هي ناجحه كممثله وكمغنيه. اظن عرفت اجابه السؤال، وغير ده انها بنت الاسطوره سمير غانم، ملك الارتجال والضحك. وبس كده، تصلي على النبي. والسلام.